حائلة الهدف كابتن. هو واخد رجله. بعد هذه اللقطة مباشرة كانت هجمة مرتدة سجل من المنتخب الأرجنتيني هدف الفوز. يعني دي ولا بتاع مارتينيز ما زيها صح؟ بتاع مارتينيز بتاع الجول اتلغى صحيح. نتيجة الايه؟ ان نفس دي. فما اعرفش بقى هل الفار معانا ولا راح شرب قهوة ولا راح فين؟ لا طبعا يا كابتن، يعني احنا هنلعب ضد ميسي وهنلعب ضد الفيفا وهنلعب ضد التحكيم. انا عاوز حقي، انا مش عاوز اكتر من حقي. فهل احنا ظلمنا؟ ظلمنا. والاحساس اللي موجود لدى اللعيبه ان الحكم مهما يكن وبيدي قرارات سليمه، انما احساس ان هو بيتضرر. رايك كابتن، راح تشوف اللقطه مره ثانيه؟ الاثنين فاولين يا محمد، يعني مارتينيز فاول وصلاح فاول، الاثنين زي بعض نفس اللعبه. نشوف لو شوف لقطه مارتينيز سحب رجله نفس لعبه مارتينيز. حرم صلاح من العوده للكره، حرم صلاح وفقد توازن صلاح، يعني فقد توازن صلاح ان هو يرجع، ان هو يلف وممكن يستحوذ على الكره مره اخرى. ففي تلامس ما بين صلاح ما بين لاعب الارجنتين، يعني من ركله جزاء لمصر هجمه مرتده وهدف للارجنتين الهدف. فانا اشوف لو عدت لقطه مارتينيز نفس اللعبه بالظبط، هي ما فيش اي خلاف ما بين اللعبتين. فاذا كان انت حسبت ديت خلاص احسب دي، هي نفس اللعبه. لكن المفروض ترجع للفار مره اخرى بعد هدف الارجنتين. انت سبت هجمه مرتده اتاحت الفرصه تمام، ولكن بعد احراز انزو لهدف الارجنتين كان لازم ترجع للفار كحكم انك تتاكد من اللقطه مره اخرى. لكن هو حتى ما رجعش للفار، هو حسب الحكم حسب الهدف تماما. فانا اشوف ان كان لازم يكون في نوع من انواع العدل شويه في هذه اللقطه. انتهى المسلسل وانتهت المباراة بهزيمة للمنتخب بحكم ظالم جدا جدا، حكم متعنت هو وحكام الفار. حرم مصر من فوز مستحق، حرم مصر من إنجاز كان المفروض يتحقق، وحرم مصر والمصريين من حلم العمر انهم كانوا يصعدوا لدور الثمانية. حكم ظالم من ركلة جزاء للمنتخب المصري لهدف للمنتخب الأرجنتيني، حسب فاول ولغى هدف لمصطفى زيكو، وكمان لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لمحمد صلاح، وضاع الحلم المصري بسبب هذا الحكم العنصري، هذا الحكم الظالم من الفيفا. لأن ميسي لازم يصعد، لازم يكون موجود، لازم يكون متواجد. فعشان كده الفيفا والحكم ظلموا المنتخب المصري.